بعد تعادل في المباراة الأولى ضد البرازيل تتجه أنظار أسود الأطلس إلى مباراة اسكتلندا، والهدف الظفر بالنقاط الثلاث قبل خوض الاختبار الأخير أمام هايتي. رجال المدرب محمد وهبي وضعوا آخر اللمسات وأكدوا جاهزيتهم لموقعة بوسطن. مفادتنا نيرفان العبد والتفاصيل. في واحدة من أقوى مواجهات جولة الثانية من المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026 يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الاسكتلندي على ملعب بوسطن في مباراة تكون حاسمة في تحديد ملامح المتأهلين إلى الدور المقبل. المنتخب المغربي دخل البطولة برسالة قوية عندما فرض التعادل على البرازيل بهدف لمثله في افتتاح مشواره في مباراة أكد خلالها أنه ليس مجرد منافس على التأهل بل أحد أبرز المنتخبات القادرة على الذهاب بعيدا في البطولة. بالنسبة لنا الأهم هو طي صفحة مواجهة البرازيل والتركيز على مباراة اسكتلندا. صحيح أن الناس تكلموا كثيرا حول ما قدمناه ضد البرازيل، لكن عندما نشاهد الترتيب نجد أن اسكتلندا لديها 3 نقاط ونحن نقطة واحدة، وبالتالي يجب الفوز بهذه المباراة، وهذا يتطلب أن نلعب بأسلوبنا وما نتقنه على أرضية الميدان. في المقابل يعيش المنتخب الاسكتلندي حالة من التفاؤل بعد فوزه على هايتي بهدف دون رد، وهو أول انتصار له في كأس العالم منذ 36 عاما ليعتلي صدارة المجموعة مؤقتا. ويعلم رجال المدرب ستيف كلارك أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام المغرب سيقربهم كثيرا من بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم المونديالية. عندما تلعب ضد منتخب ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم تعرف أنك يجب أن تكون في قمة مستوياتك سواء بالكرة أو من دونها، لذلك نحن لا نعيش في وهم بشأن حجم المهمة في المباراة القادمة. أشعر أن المغرب فريق فعلا جيد وصل إلى نصف نهائي كأس العالم الأخيرة، ولدي شعور أن المنتخب المغربي حاليا ربما أفضل قليلا من النسخة الماضية في قطر، لذلك أعتقد أن هذا يعطيك فكرة عن حجم التحديات القادمة. المواجهة تحمل أيضا بعدا تاريخيا، إذ سبق أن التقى المنتخبان مرة واحدة في كأس العالم وكانت في مونديال فرنسا عام 1998 عندما حقق المغرب فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة في مباراة ما زالت عالقة في ذاكرة الجماهير المغربية. وبين طموح المغرب في تأكيد قوته بعد التعادل مع البرازيل وحلم اسكتلندا بالاقتراب من الدور 32 تبدو بوسطن على موعد مع واحدة من أكثر مباريات جولة الثانية إثارة وندية في كأس العالم فيفا 2026. المغرب يريد إثبات أن التعادل أمام البرازيل لم يكن مجرد نتيجة، واسكتلندا تريد إثبات أن فوزها في الافتتاح لم يكن مجرد بداية عابرة. نيرفان العبد، بي إن سبورتس، بوسطن. أكد لاعب منتخب المغرب عز الدين أوناحي أن الجميع حريص على الظفر بالنقاط الثلاث لمواصلة المشوار بنجاح. تصريحات النجم المغربي جاءت في لقاء خاص مع مفادتنا إلى بوسطن. نيرفان العبد. كيف قلت شي المباراة الأولى عطينا واحد ليسين كيف تنقولوا قويين، لعبنا ضد واحد الخصم اللي قوي منتخب البرازيل يعني عن شريف، مي كتبقى مباراة اللي في المجموعة غادي نلعبوا نقدروا نقولوا مباراة الأكثر أهمية هي ديال غدا، حيت غادي تلعب ضد واحد الخصم عنده 3 نقاط يعني حقق الفوز في المباراة الأولى. حنا لعبنا مباراة كبيرة ضد فريق كبير ضد منتخب كبير، ولكن تتبقى عندنا نقطة واحدة دونك ما خصناش ننساو هادشي. دونك غدا ان شاء الله غادي ندخلوا ان شاء الله بمعنويات كبيرة ان شاء الله باش نحققوا الفوز. هذا عبرت الجماهير المغربية في بوسطن عن دعمها لأسود الأطلس في مشوارهم العالمية، وأبدت تفاؤلها بتجاوز اسكتلندا في المباراة العبور إلى الأدوار التالية. الضغط حيكون أكثر على المغرب بحكم أن فريق اسكتلندا حقق أول فوز ب3 نقاط. المغرب لازم يعني يبحث على ال3 نقاط الأخرى. الماتش حيكون فيه ضغط كبير على المغرب، بس احنا متأكدين ان ثقتنا في اللاعبين والخبرة والتجربة اللي اكتسبوها اللاعبين المغاربة في أوروبا وعلى النطاق الاحترافي، فهم يعرفوا يمشوا الضغط عليهم، وحنعرف نكسب ان شاء الله الماتش، وحتكون 3 نقاط للمغرب اكيد. ان شاء الله نفوزوا 2-1 ويكون تكون مباراة حلوة ان شاء الله تتليق بالجمهور المغربي اللي كامل عاشق الكرة ان شاء الله. النتيجة ان شاء الله 1-0 على الاقل. باذن الله الفوز مغربي
تحية لكم من ليبيا، وإن شاء الله حتفوزوا 2-0، هدفين من إبراهيم دياز بإذن الله. أمي مغربية وأبويا عراقي، وحضرت الجوج ماتشات هنا في بوسطن، وإن شاء الله المغرب يفوز والعراق يفوز وديما مغرب ديما مغرب. التوقعات ديالنا إن شاء الله بإذن الله المنتخب المغربي أنه غادي يربح إن شاء الله، كيف ما قالت الأخت 3-0 إن شاء الله، ما كرهناش، وحنا هنا باش نساندوهم ونشجعوهم، حنا مع المغاربة بالدم بالروح. ديما مغرب ديما مغرب. الآن نتحول إلى مفادتنا نيرفانا العبد للحديث عن المواجهة الثانية للمنتخب المغربي. إذن بعد التعادل ضد البرازيل يجد أسود الأطلس أنفسهم أمام اختبار مختلف، وهم يتطلعون لحصد النقاط الثلاث أمام اسكتلندا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفي للمنتخب المغربي قبل المباراة المنتظرة أمام المنتخب الاسكتلندي. إذا الأسود الأطلس يدخلون هذا اللقاء بثقة كبيرة بعد التعادل مع البرازيل في الجولة الأولى أمام اسكتلندا، والتي تعود بعد غياب طويل عن المونديال. فازت على هايتي لكي تثبت أن هذا الفوز ليس بداية عابرة، أو هذه العودة ليست عودة عابرة. أسود الأطلس أثبتوا أنهم أصبحوا منتخب يقارع الكبار وينافس الكبار في المحافل الدولية. بالنسبة لاسكتلندا العائدة والتي فازت على هايتي في أول انتصار منذ 1990، وكان هناك مواجهة جمعت بين المنتخب المغربي والمنتخب الاسكتلندي في مونديال فرنسا عام 1998، وانتهت بفوز المنتخب المغربي بثلاثية نظيفة. لنرى هذا المشهد مرة أخرى لكن ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة من كأس العالم فيفا 2026. كان في المؤتمر الصحفي تحدث المدرب محمد وهبي عن الثقة في لاعبي على المضي قدما في هذا المونديال. أيضا عز الدين أناحي تحدث عن الجماهير الداعمة وأنهم سيقدموا كل ما لديهم والمستويات فيما هو قادم في المونديال. لذلك كل الجماهير ثقة في لاعبي المنتخب المغربي، وسننتظر ماذا سيحدث، لأن كل المؤشرات تثبت أنها ستكون من أهم المباريات بالنسبة للجولة الثانية. وأيضا الفائز في هذه المواجهة ليس فقط سيخطف الثلاث نقاط الثمينة، ولكنها بمثابة دفعة معنوية لما هو قادم من منافسات في دور المجموعات. إذن الجماهير واثقة والجميع ينتظر هذه المباراة بين المنتخب المغربي والمنتخب الاسكتلندي. منتخب مغربي يسعى لخطوة كبيرة نحو التأهل، ولكي يثبت أنه لا يريد إنجاز، بل أنه أصبح الطموح ليس صناعة المفاجآت ولكن التأهل والوصول لأبعد نقطة ممكنة في المونديال. وأيضا بالنسبة لاسكتلندا كتابة فصل جديد في تاريخها المونديالي بالتأهل إلى ما هو أبعد من دور المجموعات. عودة إليكم. شكرا لنيرفانا. سيتواصل غياب نيمار عن صفوف المنتخب البرازيلي في كأس العالم بعد تخلفه عن التشكيلة التي غادرت إلى فيلادلفيا لمواجهة هايتي. وذكر الاتحاد البرازيلي في بيان أن نيمار سيبقى في نيوجيرسي للاستفادة إلى أقصى حد من المرحلة الأخيرة من تعافيه، مستعينا بالمرافقة الممتازة في فندق ذا ريتش ومركز كولومبيا بارك التدريب كما جاء في البيان. وكان نيمار قد عاد إلى التدريبات الجزئية لكنه لم يحصل على الضوء الأخضر من الطاقم الطبي للمشاركة في المباريات.